كشك المصري أو كشك ألماظ زي ما كانوا بيسموه زمان، أكلة مصري أصيلة قديمة جدا، وللأسف ابتدت دلوقتي ما تبقاش منتشرة، وكتير يمكن من بنات جيلي مش بيعرفوا يعملوا الوصفة أصلا. الأكلة دي كانت جدتي بتعملها لي زمان واحنا بنحبها قوي عندنا في العيلة. هنعملها النهاردة على طريقة جدتي، طريقة قديمة قوي. احنا الأول هنجيب 2 زبادي كبار ونخلطهم بنص كوباية دقيق، نقلبها كويس بمضرب السلك ونتأكد ان الدقيق داب تماما في الزبادي، لان لو ما كانش داب خالص ممكن بعد كده اثناء السوى يكلكع، وهنسيبه على جنب لمدة نص ساعة عشان يخمر. البصل ده من اهم حاجة في الوصفة كلها. هنجيب البصل وهنملحه معقول، ونسخن شوية زيت، يكونوا شوية زيت حلوين، ونبدأ نحط فيه البصل ده علشان يظبط بياخد وقت كتير جدا، فأهم حاجة الصبر. هنديله زي طشة كده سريعة على نار عالية، وبعدين هنروح موطيين عليه النار، وكل 3 أو 4 دقايق نقلبه لمدة تلت ساعة على الأقل. هو علشان يوصل للي احنا عايزينه، اللون اللي احنا عايزينه والقرمشة اللي احنا عايزينها، بتاخد وقت طويل جدا جدا. فيستحسن زي ما بنقول الصبر، وكل شوية عنا ما تغيبش عليه أبدا. يعني يمكن كمان لو حد في أول مرة في حياته يعمله، يستحسن يفضل واقف جنبه طول الوقت، لأنه لو غمق قوي ممكن يمرر لي الأكلة كلها، وطعم في الكشك مبيبقاش حلو. انا هنا طبعا بين التقليبة والتانية 3 أو 4 دقايق، فهو يمكن في التصوير باين البروسيس كلها خدت دقيقتين، لكن هو بالظبط خد تلت ساعة من ساعة ما طشيته في الزيت لغاية ما خلصته. بنقلب 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 لغاية ما بياخد اللون الجولدن براون اللي انا عايزاه. هو طبعا اصولا المفروض بيتعمل البصل الذهبي، لكن انا ما كانش عندي غير البصل الاحمر فمشيت حالي. لكن هو يستحسن يكون البصل الابيض مش الاحمر، لان كمان لون البصل الابيض بيبقى احسن. انا هنا يعني من اول اللون ده بيبقى كويس. انا في بيتي اهلي بيحبوا يغمقوه عن كده، فانا غمقت. بس اللي فيكم بيفضل اللون ده ممتاز جدا. هنا بقى للكشك نفسه. دي كوباية مرقة، وبحط عليها كوباية مرقة فراخ، بتاعة فرخ أنا سلقاها قبل التصوير، وبحط عليها خليط الدقيق والزبادي اللي أنا كنت سايباهم يخمروا من شوية. حتى يعني عملتهم في نفس الحلة بتاعة البصل، ففي شوية بصل مش مهم، لأن احنا كده كده هنحط نص كمية البصل اللي احنا عملناها على الخليط ده. دي بقى الخطوة بتاعت جدتي، وهي مش مشهورة في كل البيوت. جدتي كانت بتعصر ليمونة كاملة على الخليط بتاع الزبادي. فهمت بعد كده ان مش دي الوصفة التقليدية، بس عموما هي اضافة جميلة جدا، وبتدي لذوعة لذيذة جدا للكشك. بنحط نص البصل اللي احنا قليناه، والنص التاني بنسيبه للجارنش، وبنسيبه على النار لغاية ما بيوصل السماكة دي، اللي هو اتقل من الشوربة. هو ده يعني عادة بعد ما بيبرد كمان بيبقى اسمك من كده، فانا بالنسبة لي السماكة دي مثالية. للتقديم بحب احطه في طاجن. بس جدتي الله يرحمها كانت بتحب تحطه في اطباق صغيرة على اساس ان هو يصنف ابيتايزر. ممكن كمان بنقطع فيه قطع من الفراخ اللي احنا سلقناها. انا عن نفسي بفضل اسيب الفراخ بره واكلها معاه من بره. كده الوصفة بتاعتنا بتبقى خلصت. بحاول قد ما اقدر بس اسوي شكل من فوق، وبنحط البصل، بقية البصل اللي فضل مننا على الوش بنعمل بيه الجارنش، وبكده الكشك بتاعنا بيبقى جاهز والف هنا.